مش عايزه انت وهي تعلي صوتك عشان مش عايزه الرجاله يسمعوني. قولي لي ليه؟ عشان المره اللي فاتت زعقوا لي على الفيديو، منك لله خربتي بيوتنا كل ده عشان قلت لو عايز تعرفي جوزك بيخونك ولا لا. راحت ساعتها الرجاله دخلوا قالوا لي منك لله انت بتبوظي حياتنا، من ستر وربه ما يفضحوش عبده. ولقيت يا اختي الشيوخ ما شاء الله داخلين لي رسايل وكومنتات. في ايه يا اخويا؟ انت وهو مش عدل يحتار عدوك فيك. ركزي معايا بقى. عايزيننا نفضل هبل؟ لا يا ابو حبيبي نوعي بعض. بص، انت تسيبني او تسيبنا خلاص وتروح تعمل اللي انت عايزه بمزاجك، لكن نفضل على ذمتكم وانتوا تلفوا؟ لا شكرا، مش هلعب. الغي رحلتي. ركزي معايا. قلنا اول حاجه، والستات كتير جاوبت الله اكبر، ده انا لقيت عندكم اجابات تبارك الله، ده في حاجات كمان ما تخطرش في العقل. الفيديو ده موجود. قلت اول حاجه لو جوزك حط التليفون كده طول الوقت. 2 لو غير الباسورد. 3 بقى ستات قالت لك اللي بيقفل التليفون وهو داخل من البيت. 4 قالت لك لو هو لو الفيس بتاعه ما بينزلش عليه حاجه يبقى عنده فيس تاني. 5 و6 و7. بس في واحده قالت لي راي عجبني قوي، قلت لازم اطلع اصدره. كتبتهولي بس على الخاص. بتقولي ايه بقى؟ بتقولي لو عايز تعرفي جوزك بيخونك ولا لا انا عندي السبب، تقدري تعرفيه بكل سهوله. فقلت لها خير. انا كنت حاسه وانا بقرا الكومنت بتاعها، الرساله، المسج بتاعتها، الشيطان بيعمل لها كده، السقفه الصباعيه يا جماعه. قالت لي ايه بقى؟ بصي على شراب جوزك وهو داخل الشقه، لما يقلعه قبل ما يحطه في الغساله بصي في الشراب من تحت. الشيطان يعز. قلت لها ابص على الشراب من تحت ليه؟ يعني هلاقي في الشراب من تحت؟ قالت لي هتلاقي لو كان بيروح عند حد الشراب في حاجه من بيت اللي راح لها، اصلها زباله فاكيد راميه حاجات في الارض. عجبني قوي. بصوا والله، بص رموشي اهي طالعه، كنت لسه هلزق رموش قلت والنبي ابدا، ده انا اقول لكم الراي الاول بسرعه. اما بقى الرجاله الحلوين اللي طول الوقت تعيب عليا، تعيب مالك يا اخويا انت؟ وانا كاتبه للرجال فقط؟ بتعلقوا لي ليه؟ مش يعني عادي، يمكن انا بديك حاجات تعرف تخبي اكتر. بصوا يا جماعه خلينا كويسين مع بعض كده وحلوين ونقول اراء صح. انا من وجهه نظري الراجل اللي ما يعرفش يخبي كويس ويبقى ذكي كده ويوعي نفسه ويقدر يعمل ايه ويبقى قد الموقف، بلاها ما تلعبش. فهمتوا حاجه؟ هتيجي هتقولك دي انت قاصده بيها حاجه مقصوده. لا والله ولا مقصوده ولا متهببه. ايه رايكم؟ وانا مش حاطه رموش، انا عايزه الراي بصراحه. الرجاله تخرج من الفيديو واكسه، خليني ساكته، ده انا عارفه عنكم بلاوي ومع ذلك قاعده. ليه؟ عشان مش عايزه اطلع المعلومات دي لخلق الله. عشان ساعتها الشيطان هيجيب طبله وتتر. يلا باي. وهو داخل من باب الشقه قبل ما يحطه في الغساله بصي في المكان اللي بيدوس فيه في الارض. باي. شكرا يا توته اللي ادتني المعلومه، ما انا لحد دلوقتي هتفضل تتعلم العمر كله، او النبي يا اختي مهما مر عليك الزمن. يلا باي.